سيتم إلغاء فواتير الكهرباء بسبب الفائض في الطاقة الكهربائية. يا لطيف الله يجيرنا، من لما كل شي صار بهالبلد على الطاقة البديلة، لك ما عاد حدا استهلك الكهرباء. معناتها انا حقوم شغل الغسالة والمكيف. خلينا نساعد شوي دولة لحتى تخلص من فائض الطاقة. وانا كمان رح دق لاهلي وقول لهم شغلوا الفرن وسخان المي. شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي يعني؟ عم بلعب رياضة. حاكي من وقت ما صار غاز مركزي ويوصل على البيوت وانا عم بلحق. والله الحق معك، كنا نعمل رياضة ببلاش. اخي اعطيني هالجرة، بدي اقوي عضلة التراي. اسمع، عم يقولوا انه اكتشفوا حقل نفط جديد بحمص. يا حبيبي مو باقي غير نتحمم بالمازوت. يا خوفي بكره ينزلوا اسعار المواصلات كمان. على كل حال قوم نحتفل بساحة الأمويين، صار لنا من امبارح ما احتفلنا، بيكونوا اشتاقوا لنا قوات حفظ النظام. ملاحظ قديش وجوه الناس كئيبة وما عم تتفسر؟ ايه طبيعي، كنا نفرح 5-6 مرات باليوم والولاد تنطوط كل ما تجي الكهرباء. امبارح نزلت القاطع تبع البيت تبع الكهرباء، شغلته بعد ساعة، ابن اختي طار عقله. لك الله يجزيك الخير يا زلمة، الا انه ما عاد في متعة بالبلد، صارت الحياة كتير ايزي. ليش الكهرباء بسوريا على طول بتقطع؟ حتى أول سؤال بنسأله أول ما نصحى من النوم. شو ما اجت الكهرباء؟ لسه رجعنا. ونحن شعب صرنا نعرف كل شيء عن الكهرباء. يعني بنعرف قديش المروحة هي بتسحب واط وقديش السخان بيسحب أمبير. يعني باختصار صرنا شعب مثقف كهربائيا. وحتى بالطاقة البديلة صرنا خبراء، من قوة الألواح لنوع البطاريات حتى لاستطاعة الانفرتر. بس مع كل هالخبرة ضل في سؤال عم يلاحقنا من سنين وما عاد عنا طاقة نسأله. لك ليش بتقطع الكهرباء؟ ليش؟ هلا عم تجي يعني تقريبا 10 ساعات 12 ساعه بمناطق الغوطه الشرقيه، فما كانت هيك يعني في تحسن. ان شاء الله هيك. انا بس اول شيء يساوي البنى التحتيه معلم، وان شاء الله بيمشي الحال معلم. يعني هلا بدها شويه تطور وشويه اصلاحات. موضوع الغاز والبنزين لحد الان لساته سيء، يعني لسه بده وقت يعني، ولسه لازم يهتموا فيه اكثر حتى يتوفر للبلد، لانه العالم هون معلم شعب ميت. ما حدا بيقول لا اذا حطوا لهم ساعات وركبوا للمحلات وللبيوت. اذا صارت تجي 24 احسن للشعب. وبلا الاشتراك اليوم كيلو صار ب 9000. بتروح لتطلب ساعه بيقولوا لك ما في، وبيجوا لعندك بيصيروا بدهم يخالفوك وما عندك ساعات. هو بتوقع انا انه الكهرباء بعد ما اخذنا الحقول الحمد لله، بتوقع انه الاحسن كتير تتحسن الكهرباء مرتبطه بحقول النفط اكيد يعني، والشغله الاساسيه بالبلد. يعني مثلا مثل ما حي جوبر دمشقي، هذا الحي مدمر. يعني اذا واحد ساكن فيه ما في كهرباء، ما في بنيه تحتيه، شيء طبيعي بده يركب طاقه، ولا بده ينطر كانت الدوله بده ينطر المنطقه لاعاده اعمار المنطقه كلها. لك شو ليش نايم بالسيارة؟ الكهرباء شو مين شو اجى؟ لك ريتو ألفنا عيمان. الله ينعم عليك، بس كأنك ما سشورت لي. إيه لأنه مقطوع الكهرباء، تعال بعد ساعتين بتكون اجت أبشر. لك شو وين رايح؟ ما بدنا نطلع بسيارتك؟ منزوعة يعني؟ لك مو منزوعة، بس لك كفرسوسة 25 كيلومتر، نوفرنا شوية بنزين. لك مجنون أنت، شو ليش تركتوا بعض؟ قال شو؟ قال أهله ما بيسكنوا بنتهم إلا ببيت في طاقة شمسية. على أيام النظام البائد ضررت شبكات الكهرباء كتير، وصار في ضعف في محطات التوليد، حتى في قلة بالوقود، فصار التقنين هو النتيجة الطبيعية. الأهم نعرف إنه الكهرباء ما بتنعزل عن باقي مصادر الطاقة، هي جزء من سلسلة كاملة. ولحتى تشتغل المحطات بدها غاز، وإذا ما في غاز بيصير الاعتماد على الفيول، وإذا ما في فيول النقل والشركات والصيانة كلهم بيتأثروا، وكل هذا بيعتمد على البنزين. يعني أي نقص بأي طاقة بينعكس فوراً على الكهرباء. لأنه هاي البلد بلدنا وحابين تصير الكهرباء أحسن، خلونا أول شيء نركز إنه نصلح المحطات القديمة وبنفس الوقت نبني محطات جديدة. وتاني شيء نوفر الوقود بشكل ثابت، لأنه أي نقص بالغاز أو الفيول بيقطع الكهرباء فوراً. ونحن كأفراد علينا نخفف الاستهلاك، وخصوصي وقت الذروة، ونستعمل أجهزة اقتصادية. على فكرة خطوات بسيطة بس بتعمل فرق. وبالنهاية كلياتنا حابين نشوف سوريا منورة أكثر مما هي منورة هلأ. وبرأيكم شو أهم خطوة لحتى تصير الكهرباء 24 ساعة؟ بناء محطات جديدة ولا توفير استهلاك؟ ولا الاثنين مع بعض؟ اثنين.